والله هو جه لوحده، يعني حسيت انه الوقت ده المناسب اني اعتزل، عندي مسؤوليات. عندي بناتي كانوا الكبيرة كانت كبرت، وصلت لسن مراهقة، أنا لازم أكون مركزة معاها أكتر من كده، وحسيت إن أنا في حاجات تانية أقدر أعملها غير التمثيل وأكون ناجحة فيها كمان، زي تصميم الأزياء الرجالي والحريمي، ومبسوطة بيها جدا. ارتداء الحجاب بقى، كلمينا، اكيد في خطوه كده جات لك، كلمينا عن الخطوه دي. والله هي جت حاجه جوايا كده، انا حسيت ان انا يعني انا عايزه البس الحجاب. خدي بالك هو ده مش الحجاب الشرعي 100%، ولكني بحاول على الاقل يكون اللبس والشكل محتشم الى حد كبير، ويعني وربنا يعني يثبت الجميع، انا بسعى اني اكون افضل وافضل. ناس كتير خدتك بقى كموضه واتعلم الطرحه منها، فشايفه الموضوع ده ازاي؟ بصي انا مبسوطه قوي بالفيدباك بتاع الموضوع ده، لان في بنات كتيره ما كانتش عارفه تاخد الخطوه بتاعه الحجاب، واتاثرت بالموضوع بتاعي واتحجبت، والحمد لله. انا يعني دي حاجه انا بحمد ربنا عليها وفخوره بيها جدا. في ناس تانية كانت عايزه تقلع الحجاب ورجعت في كلامها لما شافت انه انا عملت كده. في ناس انا بشجعهم ان هم يلبسوه بشكل او باخر من خلال شكل الستايل واللبس، انه يكون شيك ومحترم وعلى الموضه في نفس الوقت. فانا شايفه انه الموضوع زي ما اثر فيا اثر في الناس بشكل ايجابي الحمد لله. ايه سبب اختيارك لمجال تاني، يعني بعيد عن التمثيل، مجال التصميم؟ مجال انا بحبه، لان انا كنت زمان موديل، فكنت بحب الموديلنج. بعد التمثيل وفي فتره التمثيل انا كنت بحب قوي التمثيل وبدرسه، يعني كل حاجه بعملها لازم اكون بحبها وبديها حقها قوي. فكمان موضوع تصميم الازياء كان حاجه عندي، موهبه عندي، بس انا ما كنتش مركزه معاها قوي. فبعد ما اعتزلت شفت ايه اكتر حاجه ممكن تكون مناسبه ليا واحبها واقدر اقدم فيها حاجه جديده، فلقيت انه المجال ده انسب حاجه ليا. درستي فيها؟ شويه شويه، بحاول لغايه دلوقتي كمان لسه بحاول اكمل. مين اكتر ممثله لبست منك؟ بصي ممثلات مش كتير، بس انا اصحابي كتير الممثلات. فنانه جميله دنيا المصري، فنانه الجميله بسنت السبقي، وفي حد كمان بس انا مش فاكره مين، خايفه اتلخبط والبنات تزعل مني. بس اصحابي كلهم الممثلات ساعدوني جدا في الموضوع ده، وبقوا بيلبسوا من تصاميمي في مسلسلات وافلام. الحاله الشخصيه بقى، ندخل على الشخصيه. دخلتي في حاله اكتئاب بعد الطلاق، مظبوط. كلميني عن الفتره دي في حياتك. بصي هو زي اي حد بيحصل له دروب في حياته، او حياته بتتغير فجأة، طبيعي بيدخل في صدمة. بس انا الموضوع طول معايا شوية، لانه انا اتفاجئت بانه انا يعني حياتي كلها اتغيرت فجأة. فعشان كده دخلت الصدمة في وقت اكتر من اللي انا كنت متوقعة، اثرت عليا نفسيا كتير. بس الحمد لله دلوقتي بقيت احسن، واستعنت بلايف كوتش